السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد واقتراح جديد على قناتكم سفيرة الطبخ زكريا. واليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم الحريشه ممكن تصايبوها للكوتي. حريشه كتجي تماما بحال ديال الزنقه، كتجي رائعه وزوينه والمكونات، وكذلك غادي نعطيكم واحد الاضافه اللي كتزيدها بنه ومذاق لا يقاوم. غادي نبداو على بركه الله. عندي 600 غرام ديال السميده خماره حمراء، كاس تقريبا قل 4 ديال الزيت النباتيه، 2 معالق ديال الحليب بودره ومعلقه ديال العسل، وكذلك شويه ديال الخميره ديال العجين، وكذلك عندي 2 معالق ديال الفرز. اول حاجه عندي السميده، انا كما قلت لكم 600 غرام لان المقله عندي شويه كبيره، يعني مغربله ناضيه. 2 معالق ديال الفرز، الا كنتي مبتدئه او كتخافي تشتتلك ضيفوهم، كنتي يعني مولفه بالحشه بلا ما تضيفوهم. 2 معالق ديال الحليب اللي غادي يزيدها ان شاء الله بنه ومذاق. هنايا المعلقه ديال العسل، بامكانك تستبدليها بسكر حبيبات سنيده، والمليحه ان شاء الله اللي نعدلوا بها الذوق. وهنايا الا درتي 600 غرام ديال يعني ديال السميده، ديري كاس قل 4 ديال الزيت النباتيه. والا كنتي يعني عندك المقيله صغيره مثلا غديري غير 500 غرام، يعني ديري تقريبا الكاس ديال العنبه فيط النص بشويه. هانتي بسي العناصر جيدا غير بيديك بهذه الطريقه كما كتشوفي امامك في الصوره. هانتي نتمنى يكون كلشي واضح وباين، يعني لبسيها مزيان بالزويته ديالك. هانتي وبامكانك كذلك الا بغيتي تستبدلي هذيك الزيت بالزبده راه ممكن. هنايا غادي ندير الخميره هنايا ديال العجين، غندير لها شي شويه ديال الماء وغادي ندوبها كما كتشوفي معايا. هانتيا وهنايا سمحوا لي راه اللقطه فاش درت الخميره الحمراء يعني راني ضفتها، كيصحابت لي واش كتصور ولكن ما تصورتش ليا. ضيفوا حتى الخميره ديال الحلوه، ديروا ديك الشاصيه وبسوها جيدا باش الا كان فيها الحبيبات يعني تحل. وعاد هنايا غادي ديروا الماء الكافي وما تعجنوهاش، غتحلوا غير صباعكم وتبقاو ديروا هذه الحركه الدائريه باش ان شاء الله تبقى لينا مبسه وتجينا هشيشه وزوينه ان شاء الله الحريشه ديالنا. هانتيا بهذه الطريقه، وكنتمنى تكون خفيفه وظريفه على قلبك ان شاء الله، وتشجعي هاد المحتويات النقيه اللي يعني كيبغيو يوصلوا بمجهودات اللي هي يعني زوينه. وانتم عارفين ان هذا الدومين ديال الطبخ صعيب شويه، لان شحال من واحد دايرو يعني صعيب 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 بنادم باش يعني يبان وتبان القناه ديالو. اللي مهم انكم دائما تشجعوا المحتويات النقيه الزوينه ان شاء الله. كاع القنوات اللي يديروا الطبخ ولا يديروا محتوى زوين شجعوه فضلا وليس امرا. هانتيا من بعد ما يعني حيدتها من البول، هنايا درت رشيت شويه ديال السميده وغادي نحاول نقرصها بهذه الطريقه بيدي. واحد اليد غنقرص بها وواحد اليد غنقاد بها بهذه الطريقه اللي كتشوفي امامك في الصوره. يعني ما تخافيش راه غادي تجمع. وهنايا كنصحك تكون عندك هذه اللوحه او هذا الطراح، يعني كنصحك يكون عندك باش يسهل عليك العمليه. ما كانش عندك ديري شي صينيه ولا شي حاجه. هانتي كما كتشوفي كنبسطها وفي نفس الوقت بقاي مره تحركيها باش تاكدي انها ما ملتصقاش ليك. هانتي بهذه الطريقه اللي كتشوفي امامك في الصوره. غنجيب الطراح الاخر وغادي نقلبها باش ان شاء الله غادي نساويها. هانتي بهذه الطريقه يعني ونحيد هذاك الفائض ديال السميده بهذه الطريقه هذه، ونعاود نزيد نقرص فيها بهذه الطريقه اللي كتشوفي امامك في الصوره. نتمنى يكون كل شيء جاك ساهل وبسيط وان شاء الله تفهمي كيفاش غادي تصايبي الحريشه. ودائما القناه راه كتكون للمبتدئات اللي اول مره غيصايبوا الحريشه ولا اللي ما كتصدقش ليها الحريشه وبغات الحريشه ديال الزنقه، انا جبتها لك ان شاء الله وتعرفي شنو اللي كليتي فيها. هانتي نشوفوا واش راه كتحرك ما لاصقاش، ونعاود نقلبها للمره الاخيره على الوجه اللي كان هو الاول. هانتوما يعني كنقلبها على 2 مرات بهذه الطريقه اللي كتشوفي امامك في الصوره. وإلا كانوا حتى الجناب ما مقادينش لك جيبي شي معلقه وقادي هذوك الجنيبات ان شاء الله باش يجيو مقادين. هانتيا انا كنحاول نقدمها في الاستطاعه ديالي، ونجيب المطرح ونعاود نقلبها للمره الاخيره، يعني 2 مرات كتقلبيها بهذه الطريقه وتوجدي المقيله ديالك ان شاء الله فاش غادي يعني تحطيها. هانتيا صافي دابا راه تقادات باذن الله.
صافي. ونجيبوا المقيله ديالنا باذن الله باش غادي نحطوها. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال استحسانكم باذن الله. ودائما الوصفات ديالنا كتكون من القلب لكم. كنتمنى غير تعاونونا بشويه ديال البارطاج واللايك. انت كتفرجي ما خاسره والو، ضغطي على داك الزر لايك اللي غادي يخلي الفيديو يشوفوه ناس اخرين. هنايا ها هو دي المقيله ديالي، غادي نرش فيها شويه ديال السميده وغادي ندير فيها ان شاء الله الحريشه ديالي، وغادي نشعل الموقد. بالنسبه للموقد حاولوا ديروه يعني مجهد بزاف باش طيب لينا بسرعه وتجينا هشيشه ما تيبس ما حتى حاجه. يعني تكون الموقد يكون مجهد كما كتشوفوا على الحد ديالو. مره بقاو كتحركوا فيها، ملي تكون كتحرك جيدا صافي راه غادي تقلبوها مباشره ان شاء الله. ها نتوما هي راني دايرها على الموقد. ها انتيا هنا مره على مره غادي نبقى نحرك فيها بهذه الطريقه، يعني راه كتحرك غير تزيد شويه غادي نقلبها باذن الله. خليك معايا، انا غادي نقلبها كما كتشوفي. غادي نعاود ندير هذيك اللوحه الخشبيه وغادي ان شاء الله نقلبها بكل سهوله بهذه الطريقه. وردي البال لانها كتكون سخونه المقلاة باش ما تحرقك ما حتى حاجه. هانتيا غادي نحطها ونخليها حتى تحمر جيدا. وهنايا كما كتشوفي الجوانب راه باقي خاصه في هذا الوجه شي شويه. غنخليها دابا راني قلبتها حتى من بعد ونعاود نقلبها شي شويه. كما كتشوفي انا قلبتها هنايا، ها هي الحريشه ديالي قلبتها على الجهه الاخرى. وكما كتشوفوا هذه هي النتيجه ديال الحريشه ديالنا، كتجي جد رائعه. اللي غترافقوها بشي ديال الزبده ولا الفرomاج ولا الشوكولاته، داكشي اللي كيبغيو وليداتكم والعائله. انا رافقتها هنايا بالعسيله ديالي وواحد الفريميجه. هانتوما كتجي جد رائعه. كنتمنى منكم التشجيع والبارطاج، وغادي ننتقلوا ان شاء الله باش غادي نقسموها. كتجي مقرمله الصراحه وهشيشه بزاف كما كتشوفوا. كتشهي ما شاء الله. يعني واحد الحويجه اللي ساهله غنديروها ان شاء الله للكوتي بلا ما نشريوها على برا. ها نتوما راه كتقطع بسهوله، غير حاولوا تقطعوها مزيان. وغادي ان شاء الله نوريها لكم هنايا. ها هي الحريشه ديالنا كتجي ولا اروع، سهله وبنينه بزاف، والمذاق ديالها جد مميز. هانتوما راه محمره في جميع الجهات كما كتشوفوا وزبينه بزاف. هانتوما حتى الزيت راه فيها غير القياس، يعني ما فيهاش الزيت اللي هو كتير، يعني بالقياس ديالها كتجي جد رائعه وزوينه بزاف ان شاء الله. ها انتما واسمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، غير باش نوريكم النتيجه ان شاء الله اللي راه كتكون نتيجه اللي زوينه بزاف. هانتوما والحريشه كتجي ولا اروع، زوينه بزاف. وكنقول لكم بسلامه حتى الفيديو اخر.